يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء العنبر، يا مساء كل حاجة حلوة. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقدر بها الحوائج. عاملين ايه يا امارات؟ انا وماما النهارده كده قلنا ايه، نخرج كده نروق على نفسنا كده ونغير جو. هو ايه اللي ورايا اللي بيلف ده؟ ونغير جو. ده التصوير حضرتك بيصور، الكاميرا بتصور. فعاملين ايه؟ وحشنا والله كتير قوي 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 قوي، وحشنا كتير. قلنا واحنا قاعدين كده، انا كان نفسي بصراحه ان انا افتح لايف معاكم برضو، كل مره اقول لكم كده واخدين بالكم، بس النت مش مساعد معايا بجد. عاملين ايه يا حلوين يا كتاكيت يا امامير؟ على رأي سمسمة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحة وسلام. عاملين ايه؟ احنا بصوا فين؟ احنا النهارده انطلقنا. احنا بصوا في الحديقة. في الحديقة، في الحديقة يا جدعان. احنا في حديقة روكسي يا جماعة. هم مسمينا طبعا دلوقتي حديقة النافورة، واخدين بالكم؟ فكينا قلنا ايه؟ فكيك. بصوا هقول لكم حاجة، مهما قعدتي في مروحة، مهما قعدتي في تكييف، الهواء الرباني والله العظيم ما في أجمل منه ولا أحسن منه. بس هي الموجة الحارة بدأت تنكسر شوية، عشان احنا في آخر بقى شهر 8، فخلاص داخلين على 9، ولا احنا 7 وداخلين على 8. حرام داخلين على 9. انت خلاص نفخنا اتلسع يا ولاد من الحر. الشر يا ساتر يا رب. حق الحر سيح الدماغ، سيح الانفخي. فزي ما بقول لكم كده والله العظيم، يعني الجو كده الهواء الرباني كده لا يضاهيه اي حد ولا اي. الجو مفتوح والدنيا مفتوحه قوي، لا تقولي لي مروحه. الحديقه واسعه وجميله بصراحه، وفي نافوره بقى وما اقولكوش، النافوره عامله شغل حلو قوي. ولا تقولي لي تكييف، الجو حلو فعلا، والنافوره كانت شغاله اول ما جينا، بس الميه بتاعتها مديه طراوه حلوه. كانت وهي شغاله كده بتدي رذاذ في الحديقه. يعني ما تنسيش الترابيزه. خلاص بقى. عايزه اقول لكم حبايبنا كلهم اقترحوا عليا، قالوا لي ايه بدل قعده البيت، وبقت بدل الخنقه اللي الواحد فيها وانا ما كنتش بصراحه واخده على قعده البيت قوي. كآبه اللي قاعدين فيها اصلا. احنا كنا كآبه قوي يا جماعه، احنا عايزين نخرج نغير جو، فما لقيناش بصراحه اقرب او احلى من، يعتبر قريبه وفي نفس الوقت قعدتها حلوه وجميله، اللي هي حديقه النافوره في روكسي. يعني طبعا يعني لو عايزين تيجوا او حد قريب كده من روكسي، يعني حدائق القبه المطريه. الهوا يا جماعه عامل شغل جبار، الهوا عامل شغل جبار. فانا بقول لكم كده قريبه من الاميريه، حدائق القبه المطريه، مصر الجديده، ابن سندر، الاماكن دي كلها بينا وبينها 5 دقايق بالظبط. بينا وبينها على فكره. يعني احنا جايين على طول ب5 دقايق، ما خدناش وقت. التيكت بتاعها حلو برضه وسعره كويس، القعده بتاعتها تحفه جدا، سيبكم من اي حاجه والله. بس بلاش تقعدوا في البيت، بلاش تقعدوا في البيت، بلاش تقعدوا في البيت. يعني قبل بقى، انا متهيألي ده في مدارس دخلت دلوقتي ولا لسه على شهر 9؟ ايه؟ في مدارس اشتغلت؟ ده في السعوديه اللي اشتغلت، احنا لسه 28/9. طيب يعني احنا 28/9 اللي جاي، فاضل شهر. لان انا شايفه الجنينه بصراحه كلها، الحديقه كلها اطفال يعني. فاحنا يعتبر كده فعلا المدارس هتقولي انت ايه يعني، انت مش عارفه. انا بصراحه خلصنا المراحل دي من زمان يا جماعه، مراحل المدارس والحاجات ديت، فعشان كده بسال يعني. فخلاص تعالوا بقى قبل دخول المدارس كده، عقبال ما تشوفي احفادك بقى ومراحل المدارس والحضانه بقى وتجرجري بقى وتجري وجرجر. ايوه، جربي بقى، تجربي شويه. والله بصي، لا تقولي لي بقى مصيف ولا بحر ولا بتاع، النافوره شغاله وتحسوا ان جايبه كده رذاذ علينا ميه، هوا ربنا الطبيعي، الخضره والماء والوجه الحسن.
الوجه الحسن، مش وجه حسن، لا الوجه الحسن. فبصراحة مبسوطين جدا 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 في القعدة قدام الجنينة او قدام الحديقة. عندكم بصوا كرم الشام. كرم الشام ده سوري. هي الحديقة قدامه على طول. قدامه على طول. فممكن لو انت جاية مثلا تقعدي فيها بدل ما تجيبي من الاماكن الموجودة، المطاعم اللي جوه طبعا بتبقى اغلى من بره اضعاف. فقدامك هنا كرم الشام او اسمه مش عارفة ايه من هو كرم الشام هو كرم الشام. شاورما والحاجات كل حاجة عنده حلوة واسعارها كويسة برضه، يعني مش هتحتاري. واي بقى تشربي مشروب حلو كده وحاجات ساقعة حلوة وبارك الله فيما رزق يعني. تشربي شاي، تشربي. بصوا يا جماعة ايه، طبعا عشان احنا ماشيين دلوقتي بقى ايه النافورة قفلوها. بصوا جميلة بصراحة، والقعدات جميلة فيها بجد. بصوا دي كلها كده قعدات على النافورة، وهنا قعدات برضو جنب النافورة. ومامتي اهي بصوا، وهو اسمه ايه كرم الشام، كنت عايزة اوريهولكوا بس يلا ملحوقة المرة الجاية. غيرتي جو يا ماما النهارده؟ غيرنا. كان حلو، غيرنا جو. شقنا هواء طلق. هواء طبيعي يا جماعه. يلا احنا هنخرج اهو من البوابه ونروح بقى. وكله بيبقى ناسي. لا هي عامله بطله. ايوه هي عامله بطله. السلام عليكم. ما بتحبش تستعين بصديق. الله يخليك يا رب. يلا عقبال كل مره يا رب كده، ونخرج ونتهوى وتعدي بقى موجة الحر دي بقى على خير، عشان بصراحة احنا تعبنا قوي 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 يعني. بكام السلوبيتا دي؟ انت يا ابني انت. حديقة النافورة. ايه يا جماعة. وكرم الشام اهو. لو جابت لك 100 بيعها. لو جابت لك 100 بيعها. ده المشمش يا جماعة. بصوا انا جبته وشلت طبعا البذرة اللي جواه خالص ونضفته كويس جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى ده اللي هعمله ان شاء الله مربى مشمش. تمام، هنعمله مع بعض كده خطوة بخطوة لانها سهلة جدا. هتبطلوا بمعنى اصح كده ان انتوا تشتروا من بره مربى. بطرمان المربى انا اتفاجئت، يعني بطرمان المربى مش عارفه 28 جنيه تقريبا كنت جايباه. بصوا مش عارفه ده كان كام، يعني حجمه قد ايه، 250 230 جرام، كان بحاجه و20 جنيه. تعالوا نعمل احلى مربى مشمش في البيت وباسهل طريقه. بصوا حبايب قلبي، طبعا بعد ما رجعنا من الجنينه انا عايزه اقول لكم المشمش ده انا كنت جايباه من قبل كده، بس كنت حطاه زي ما انتوا هتشوفوا كده في حله، برصه كده طبقات، وكل طبقه بحط بينها سكر. انا كنت جايبه 2 كيلو من المشمش. تمام، كيلو المشمش بحط عليه نص كيلو سكر، يعني ال2 كيلو مشمش اللي انا جبتهم دول حطيت طبقات بينهم السكر كيلو بالظبط. تمام، اخدت بعد كده الحله بعد ما حطيت طبقات السكر وطبقه سكر، طبقه مشمش، طبقه سكر، طبقه مشمش، اخدتهم على طول وقمت حطاهم كده في التلاجة. فبعد ما رحنا بقى الجنينه وجينا، فابتديت بقى ان انا اعمل المربى، فاهمين؟ فدلوقتي انتوا تشوفوا بقى لنا الخطوه خطوه كده بيتعمل ازاي المربى، لان الخطوات دي مهمه جدا جدا. انا طبعا لا بحط ميه ولا بحط اي حاجه، هي كلها عباره عن مشمش وسكر.
فقط لا غير. ومفتحه كده، بصوا مفتحه المشمش كده لغايه اما خلصته كله، واخر طبقه كده بقيت السكر، غطيت عليه وحطيته في التلاجة. بصوا بقى بعد ما جينا من الجنينه، بص لقيته عامل ازاي. المشمش نزل ميته كلها زي ما انتوا شايفين كده، والله انا ما حطيت عليه ولا معلقه ميه ولا نقطه ميه. هو كده ايه، بك ميته لوحده، مش عارفه بيقولوا بك ولا بك، بس هو بك ميته عموما كده ايه لوحده يعني. وده طبعا افضل اما يبقى كده المربى كل حاجه منها فيها من غير ما نضيف اي اضافات سايله، بيكون ده طبعا الافضل. تمام، خدتها كده على طول، حطيتها على النار، مجرد ما غليت شلت الريم اللي على الوش ده على طول. مهم جدا يا جماعه نشيل الريم ده، لان الريم ده يعتبر كده الشوائب بتاعه المشمش، ضروري ضروري ان احنا نشيله. بصوا سنة المعلقة ملح ليمون، السنة مش ربع، كمان اقل من الربع ملح ليمون. لما دخل في السوا بقى، لما المشمش دخل في السوا، حطيت ايه تاني؟ حطيت عصير ليمونة كاملة، لاني انا معايا 2 كيلو مشمش. لو هو الكيلو بحط نص ليمونة، 2 كيلو بحط بحط ليمونة كاملة. بس كده، واقلب لغاية بقى ايه لما يستوي خالص. بصوا انا بعد طبعا لما استوى زي ما انتوا شايفين كده، بس انا هحط عليه معلش اضافة تانية نسيت اقول لكم عليها، وهي طبعا 3-4 فصوص كده من القرنفل. القرنفل يا جماعة بتدي المربى، اي نوع مربى عندي انا بحط فيها قرنفل. القرنفل بيديها طعم حلو جدا جدا ونكهة كده مميزة. تمام، هنا بقى كانت استوت خالص، سبتها بقى بردت، ابتديت ان انا اعبيها في بطرمان كده يكون كده مغسول وناشف ومعقم كده بالشكل الجميل ده. طبعا انا بحبها قطع، انتي بقى ما بتحبهاش قطع، ممكن ان انتي تضربيها في نفس مكانها كده بالهاند بلندر، او تحطيها في الخلاط وتضربيها جامد يعني، فمش هتبقى في الحالة دي قطع، وهتبقى ناعمة جدا جدا معاكي. بس انا عشان بحب المربى اي نوع مربى بحبها قطع، فعبيتها بالمنظر ده. بصوا 2 كيلو عملوا معايا، بصوا 5 بطرمانات، بطرمانين كبار جدا و3 بطرمانات صغيرين من بتوع المربى. حاجة جميلة انت عاملاها في بيتك ومتأكدة من نظافتها. ألف هنا وشفا.